بيبدأ مسلسلنا مع الآنسة يون سي ري صاحبة شركات الأزياء والموضة، وهي بتقابل ممثل مشهور وبتتصور معاه علشان الصحافة تصورهم وأسهم شركتها ومبيعاتها يرتفعوا. بعد كده بيتصل بيها أخوها الكبير يون سي جون وبيقول لها أخبارك مالية الصحف. المرة اللي فاتت مع لاعب كورة والمرة دي مع ممثل. بتقول له أنت عايز إيه يعني؟ فبيقول لها إن أبونا خرج من السجن بعفو مشروط وعايزك تحضري اجتماع العيلة. بتقفل في وش الخط وبتعمل له حظر. بتتجمع العيلة علشان يعرفوا مين اللي هيتولى إدارة الشركة من بعد تقاعد أبوهم يون جيونج بيونج. وبيبدأ كل واحد من الأخوة يوجه الاتهامات للتاني بالتقصير في الشركة في فترة غياب أبوهم علشان يبين إنه الأقدر بقيادة الشركة. بيسألهم أبوهم فين بنتي سيري، فابنه بيقول له حاولت التواصل معاها ولكن عملت لي حظر. بتدخل سيري وبتهنئ أبوها بخروجه وبتمشي، لكنه بيقول لها أنا عايزك تمسكي إدارة الشركة. وبيتفقوا إنهم يتقابلوا قبل اجتماع المساهمين في الشركة. بتروح سيري تاني يوم علشان تجرب الملابس الرياضية الجديدة الخاصة بشركتها واللي هتستخدمها في الطيران بالمظلة. فبيسألها مدير أعمالها أنت بتعرفي تطيري؟ فبتقول له أنا اتعلمت في سويسرا. بتبدأ سيري في الطيران ولكن فجأة بتحصل عاصفة قوية جدا وبتلاقي الحيوانات والمعدات بتطير معاها في السماء. بنروح لكوريا الشمالية في منطقة الحدود المشتركة بين كوريا الشمالية والجنوبية، وبيكون في 3 أشخاص من كوريا الشمالية دخلوا بالخطأ حدود الجنوبية والجيش الجنوبي قبض عليهم. وبيتفق قادة القوتين على تسليم الأشخاص دي بشرط معاقبتهم في كوريا الشمالية. بيحضر رائد الأمن الوطني الكوري الشمالي جانج وبيسأل على تقرير اللي حصل. بيبلغوا النقيب ري جيونج هيوك باللي حصل وبأنهم عايزين يزودوا الحراسة والدوريات على الحدود بسبب الأعطال اللي حصلت بعد الإعصار. فبيقول له الرائد نفذ الكلام ده وحاول تتساهل مع الأشخاص دي لأنهم كانوا واخدين تصريح من امن الدوله بالذهاب للصيد في المكان ده، ولكن النقيب بيرفض وبيقول له انهم لازم يتعاقبوا. فبيهددوا الرائد جانج وبيقول له انه مش بيتساهل مع اي حد ممكن يضر بجيش كوريا الشماليه مهما كانت رتبته. بيتجمع الجنود في السريه وبيشربوا الخمور بعد انتهاء مهمتهم وبسبب انهم هياخدوا اجازه تاني يوم الصبح. بنرجع للانسه سيري اللي بتكون متعلقه على شجره وبتطلب المساعده وبيسمعها النقيب ري جيونج هيوك وبيتجه لمكان الصوت ويلاقيها على الشجره. بتفرح سيري بوجوده ولكن بتتصدم لما تلاقيه لابس الزي العسكري لكوريا الشماليه. بيأمرها انها تنزل فبتنزل وتقع عليه وبتفتكر انه هربان من كوريا الشماليه للجنوبيه، بس بتتصدم تاني لما تعرف انها في كوريا الشماليه. وبتحاول تشرح له انها لم تتعدى على حدود كوريا الشماليه وان السبب في كده الاعصار هو اللي وصلها للمكان ده. بيقول لها تبقى قولي الكلام ده لجهات التحقيق مش ليا. فبتقول له انا هجري من هنا واعمل نفسك ما شفتنيش. وبتحاول تجري فبيقول لها خدي بالك دي منطقه الغام، لكن هو اللي بيدوس على اللغم وبيثبت مكانه ويطلب الدعم لكن اللاسلكي بيقع منه في الميه. وبتستغل سيري الفرصه دي وتهرب منه بعد ما بتساله تمشي ازاي. فبيقول لها على الطريق وبتبدا تجري. بيبلغ الجنود على لاسلكي ولكن بيكونوا نايمين من السهر طول الليل. وبيوصل الملازم بارك وبيساعده في فك اللغم وبتبدا عمليه البحث عن سيري. بنروح لكوريا الجنوبيه اللي بتكون الشرطه بتبحث فيها عن المفقودين من الاعصار، واخوات سيري بيحاولوا يثبتوا انها ماتت بسرعه علشان يستلموا اداره الشركه. بنرجع لكوريا الشماليه وبيتم تسليم السريتين والجنود بياخدوا اجازه من غير ما حد يعرف بموضوع سيري. بنروح للصين مع سيونج جون اللي نصب على سي هيونج اخو سيري في مبلغ مالي كبير وهرب للصين وعلشان يدور على مكان محدش يلاقيه فيه، وبيتوصل انه يسافر لكوريا الشماليه. بنرجع للرائد جانج واللي بيتضح انه كان متفق مع لصوص القبور وان هو اللي مشغلهم وبيعرف منهم مكان المسروقات. وبعد كده بيدبر لهم حادث بيموتوا فيه اثناء ترحيلهم للسجن. وبتكون في سيده كوريه شايفه الحادث لكن بيتم قتلها هي كمان. بتوصل سيري لقريه صغيره وبتفتكر انها وصلت بلدها لكن بتحبط لما تكتشف انها لسه في كوريا الشماليه. وبيكون النقيب ري وفرقته بيدوروا عليها بعد ما سلموا السريه. في الوقت ده بيكون الرائد جانج عنده مرور في القريه ولكن النقيب ري بيوصل في الوقت المناسب وبيخبي سيري منه. بتدخل سيري بيت النقيب ري وبتدخل الحمام تنظف وشها وبيكون النقيب ري في المطبخ بيعمل لها الاكل وبيقدمه لها. بتقول له سيري ان عندنا في كوريا الجنوبيه لازم صاحب المكان ياكل فيه قبل ما الضيف ياكل، وبتحاول تاكله لكنه ما بياكلش وبيقول لها انت خايفه ان الاكل يكون مسموم. فبتتاسف له وبتقول له ارجوك تفهم الوضع اللي انا فيه. بيقول لها تمام بس انت هبطتي في منطقه عسكريه في الوقت اللي كانت الكهرباء فيها عطل وعديتي منطقه محظوره فمن الصعب ان اصدق انك مدنيه عاديه. فبتقول له انت بتشك اني جاسوسه؟ فبيقول لها انا بتكلم عن الاحتمالات بس. بتقول له انا مش جاسوسه وانا مشهوره جدا في بلدي ومش عايز اقول لك على اسمي علشان ما تدورش عني على الانترنت. فبيقول لها ما تقلقيش ما عندناش انترنت هنا اصلا. بيوصل الرقيب بيوتشي لبيت النقيب ري وبيقول له عندي ليك خبر سعيد، مش عايزك تقلق من المراه الكوريه الجنوبيه دي. امبارح لقوا امراه مجهوله الهويه ميته في موقع الحادث، اكيد هي. وفجاه بيبص وراه بيلاقيها في وشه. وبعدين بيوصل باقي افراد السريه وبيبلغوا النقيب ري بنفس الخبر. بيقول لهم الخبر ده مش صحيح ويلاقوها موجوده في البيت. بيدخلوا كلهم يجتمعوا ويحاولوا يلاقوا حل للمشكله دي. بتقترح سيري انهم يرجعوها المكان ما هبطت بالباراشوت وانها تهرب بنفس الطريقه، ولكنهم بيقولوا لها الحل ده مش هينفع لان الاسلاك دلوقتي اتصلحت والكهرباء رجعت وانهم خلصوا خدمتهم في المكان ده ومش هيرجعوا غير بعد شهرين. بيقترح الرقيب بيوتشي انهم يقتلوها ويدفنوها وبكده يكونوا خلصوا منها. فبتبدا تتخانق معاه وبيتبادلوا الشتايم. وبعدين سيري بتقول لهم انتم متورطين معايا لاني عديت مناطق محظوره اثناء حراستكم ليها. بيقترح جون ميوك فكره جديده وهي ان عمه عنده مركب صغير ممكن تركب معاه لحد ما
توصل لمنطقة تلاقي القوارب بالسفن الكبيرة وبعدين تركب في واحدة من السفن دي وترجع لبلدها. النقيب ري بيوافق على الفكرة بشرط انها تلتزم بأمره وانها ممنوع تخرج من البيت الفترة دي وانها ما تتكلمش مع حد من الجنود علشان ما تنشرش الافكار الكورية الجنوبية. بتبتدي سيري تشوف افراد السرية وهم بيمارسوا حياتهم وبتتعرف على الطريقة البدائية اللي بيعيشوا بيها وبتكون مبهورة من اللي بتشوفه. بيطبخوا الاكل وبعدين بياكلوا. بيستعد النقيب ري انه يروح شغله وبيديها رقم تليفون مكتبه، بيقول لها ما تتصليش بيا غير في الامور الطارئة بس. بتتصل بيه وتقول له عايزة غسول للجسم مش لاقياه، فبيقول لها استخدم الصابون. ترجع تتصل بيه تاني تقول له طب عايزة شامبو، يقول لها استخدم الصابون. وبتتصل تالت مرة تقول له طب عايزة شموع معطرة، فبيقفل في وشها الخط. تتصل رابع مرة تقول له طب انا عايزة مية سخنة، بيقول لها على طريقة تعمل بيها حمام ساونا. بيرن التليفون تاني ولكن المرة دي بيكون خبر مهم، وهو ان كل سارقي القبور ماتوا في حادث السيارة. وبسرعة بيروح النقيب ري لمقر امن الدولة وبيدخل لمكتب المدير اللي بيكون قاعد معاه الرائد جانج وبيبلغه الخبر وبيقول له انه عايز يفتح تحقيق في الحادث وانه شاكك ان الحادث ده مدبر وان حوادث كتير بتحصل بنفس الطريقة. الرائد جانج بيقول له ابدأ التحقيق بس لازم تروح لمقر القيادة في بيونج يانج الاول. بيخرج النقيب ري وبيتضح ان العميد مشترك مع الرائد جانج في العملية دي وبيسأله هو ليه النقيب ده متعجرف كده، هو مسنود من حد قوي؟ فبيقول له ما عندناش اي معلومات عنه لحد دلوقتي. بنروح لسيونج جون اللي كان نصب على سي هيونج اخو الانسة ري وبيكون بيتفق مع شخص انه يوصله لكوريا الشمالية ويوفر له كل اللي محتاجه هناك مقابل مبلغ مالي كبير. بنرجع تاني لسيري بعد ما خلصت حمام الساونا وخرجت، ولكن النور بيقطع فجأة وبتحس بالخوف وبتحاول تتصل بالنقيب ري بس ما بيردش عليها. وفجأة بتسمع صوت خبط الباب ونور جاي فخوفها بيزيد، ولكن بتلاقي النقيب ري وبتبدأ تعيط. فبيقول لها انا جبتلك الشمع اللي كنت عايزاه. بيقعد معاها النقيب ري وبيحاول يهديها وبيقول لها انا مسافر في مأمورية شغل بكرة لبيونج يانج. فبتقول له هترجع امتى؟ فبيقول لها مش عارف، لو اتاخرت اصدقائي هيساعدوكي تخرجي من هنا. بيخرج النقيب ري وهي بتخرج وراه وبتساله انت اسمك ايه، عايز افتكره لما اسافر. فبيقول لها ملهوش لازمه وزي ما اتفقنا ما تحكيش لحد اي حاجه حصلت وبيمشي. بتدخل سيري البيت وبتلاقيه جاب لها الحاجات اللي كانت عايزاها. بيوصل النقيب ري لمحطه بيونج يانج بس بيلاقي فيه عساكر مستنيه في المحطه وبيقبضوا عليه وبيوصلوه لمقر القياده وبيبدا العميد التحقيق معاه بتهمه مقتل سارق القبور وانه مشتبه بيه في الحادث بسبب اصراره على التحقيق معاهم وارسالهم الى السجن. وبيبدا العميد في تعذيبه وفجاه بيظهر لواء وبيشوف النقيب ري ويجري علشان يوقف اللي بيحصل ده ويضرب العميد ويقول له انت اتجننت، انت مش عارف ده مين. ويروح للنقيب ري ويطمن عليه ويعتذر له ويضرب العميد تاني ويقول له انت امرك انتهى، ده ابن مدير المكتب السياسي العام. بيتصل العميد بالرائد جانج وبيقول له انت وقعتني في ورطه كبيره، انت مش عارف النقيب ده ابن مين؟ فبيقول له ما عنديش معلومات عنه. فبيقول له ده ابن مدير المكتب السياسي العام، والمدير كان عنده ولدين، واحد مات في حادثه وده التاني. بيرد عليه الرائد جانج ويقول له خلاص هشوف واكلمك بكره. فبيقول له ده لو لقيتني في منصبي بكره. بنروح للنقيب ري ومعاه اللواء اللي بيعتذر له عن اللي حصل وبيقول له ايه سبب اهتمامك بالحادثه دي، انت شاكك انه ممكن يكون ليها علاقه بموت اخوك؟ فالنقيب ري بيقول له ان حوادث كتير اتكررت بنفس الطريقه على مدار السنين اللي فاتت وكلها بسبب شاحنه روسيه بنفس المواصفات، وان امن الدوله ما حققتش بطريقه مناسبه في الحوادث دي. بيحصل تفتيش مفاجئ من امن الدوله على كل منازل القريه والجنود بيبلغوا النقيب ري اللي بياخد عربيه سودا فخمه جدا وبيجري بسرعه كبيره علشان يلحقهم قبل ما يوصلوا لبيته. وفي الطريق بنلاقي ان شرطه المرور مهتمه جدا بالعربيه دي، واول ما بيشوفوها بيوسعوا الطريق ويفتحوا له الاشارات علشان يعدي. بيوصل الرائد جانج وبيأمر الجنود انهم يفتحوا بيت النقيب ري علشان يتفتش، وبيبدأ التفتيش وبيلاقي سيري مستخبيه في خزانه الطعام. بيخرجوها وياخدوها لامن الدوله، ولكن بيوصل النقيب ري وسط دهشه الجميع من السياره وبيقول للرائد جانج نزل مسدسك دي خطيبتي. فبيساله فين تصريح دخولها للمنطقه دي؟ بيقول له انا خطيبتي لسه راجعه من كوريا الجنوبيه لانها بتنتمي للقطاع 11 وهو قطاع سري جدا وبينفذ مهام سريه في كوريا الجنوبيه وغير مسموح باعطاء اي بيانات لاعضائه. بيدخلوا البيت وبعد شويه بيخبط عليهم نساء القريه وبيقدموا لهم بعض الطعام وكلهم غيره وحسد من البنت اللي خطفت منهم النقيب ري. بيدخلوا جوه تاني وبياكلوا الاكل اللي جالهم وبتساله طب انت هتعمل ايه بعد ما اختفي وهتقول لهم انا رحت فين؟ بيقول لها ارتاحي شويه. وبيدخلوا يناموا هو في اوضته وهي في غرفه المعيشه. بترغي معاه وبتساله انت رحت سويسرا قبل كده؟ اصل فتشت في مكتبتك ولقيت نوتات موسيقيه وتذاكر حفلات هناك. فبيفتكر النقيب ري ايام ما كان بيلعب بيانو في سويسرا. اخيرا بيوصل سيونج جون لكوريا الشماليه وبيصادف رجوعه نفس وقت رجوع خطيبه النقيب ري الحقيقيه من روسيا، وبيكون في استقبالها عمها اللواء اللي بيرحب بيها وبيقول لها خسيتي كتير. فبتقول له عربيتي فين؟ فبيقول لها خطيبك جيونج استلفها مني وقال لي انه محتاجها في امر طارئ. بتسكت وبتقول له طب انت هتجيبها ازاي؟ فبيقول لها هبقى ابعت اي حد يجيبها. فبتقول له لا خلاص هبقى اروح انا اجيبها بنفسي. بنروح للرائد جانج اللي بيوصل لمقر سري بيستخدم في التجسس على المواطنين
فبيقابل واحد من موظفينه وبيقول له ان اخو ري هيوك هو النقيب ري جيونج هيوك، وان مهمتك الجديده انك تتجسس عليه وتجيب لي اي معلومات عنه، وان في امراه موجوده معاه في البيت هو شاكك فيها ممكن يستغلوها في تدمير العيله باكملها. بنرجع 7 سنين لورا وبنعرف ان نفس الموظف ده كان بيتجسس على اخو النقيب ري، وان هو اللي بلغ عن مكانه علشان يتم قتله بواسطه حادثه سياره. بنروح للقريه تاني والناس متجمعين على السياره وهم مندهشين، وبتكون سيري بتراقبهم من باب البيت، وبيظهر النقيب ري وبيقول لها انت بتعملي ايه؟ فبتساله هم ليه متجمعين كده؟ دي سياره عاديه يعني. فبيقول لها ما تخرجيش من البيت. بتقول له لا انا هخرج معاك علشان الستات يشوفوني كويس، لان امبارح الوقت كان متاخر وما شافونيش في الضلمه. فبيقول لها طب خدي اربطي شعرك المجعد ده. فبيربط لها شعرها وبيخرجوا. بتنضف له كتفه علشان تغيظ الستات، وبتقول له المس شعري والا مش همشي من هنا خالص. فبيلمس شعرها وهو مكسوف، وبعدين بيروح على شغله. بنلاقي ان في عامل بيركب جهاز تنصت جنب منزل النقيب ري. بيروح النقيب ري لموقع حادث السياره وبيبدا في التحقيق واستجواب الجندي المسؤول، واللي بيقول له اوصاف السياره اللي تسببت في الحادث. بنكتشف ان الرائد جانج هو اللي دخل سيونج جون لكوريا الشماليه، وانه مسؤول عن حمايته مقابل مبلغ مالي كبير. بيتجمع الجنود بعد رجوع النقيب ري من الشغل، وبتبتدي سيري تشكرهم على اللي عملوه معاه، وبتقدم لهم كلهم شهادات تقدير ما عدا النقيب ري اللي بيخرج وهو زعلان لانها ما افتكرتهوش بحاجه. فبتخرج وراه وبتقول له انا جبت لك زرع الطماطم علشان تستفيد بيها، وانا اشتريتها من البائع مقابل نص شوال بطاطس. فبيزعل اكتر لانه ما بيحبش الطماطم ولانها غاليه. بيخرج النقيب ري ومعاه سيري بالليل علشان يوصلها للمركب الصغيره اللي هتهربها، وبتقول له انا حزينه اننا مش هنتقابل تاني، للاسف انا ممكن اقابلك في اي مكان في العالم الا هنا. بيوصلوا للمركب وبيدفعوا ثمن الهروب، والراجل بيساله هي هتروح لوحدها؟ فبيبص لها ويقول له انا هوصلها لحد ما تركب السفينه الكبيره وبعدين ارجع معاك. بيركبوا المركب وفي نص المسافه بتظهر الشرطه وتوقف المركب في البحر، وبينزلوا يستخبوا تحت. بتصعد الشرطه على المركب وتبتدي التفتيش علشان شك انه بيهرب بضائع. بتكون سيري متوتره جدا وبتقول للنقيب ري دور على اي حل. فبيقول لها ما قدامناش غير حل واحد، غمضي عينيكي. وبيبصها. بيأمرهم الضابط بالخروج وبيسالهم عن سبب وجودهم. فبيقول له انهم مخطوبين وكانوا خارجين يصطادوا ويتفسحوا، وبتنجح الخطه دي. ولكن للاسف بيأمرهم الضابط بالرجوع للمينا حالا. بيرجعوا للبيت تاني، وفي نص الليل بيقلق النقيب ري ويخرج يبص عليها، فمش بيلاقيها في البيت، وبيلاقي رساله مكتوب فيها شكرا على كل اللي عملته معايا، مش عايز اسبب لك مشاكل اكتر من كده، انا هلاقي طريقه بنفسي اهرب من هنا. بتروح سيري لقمه جبل ومعاها المظله وبتحاول تستخدم اللاسلكي بتاعها، لكن بتفتكر انه مش شغال. وقبل ما تطير بيوصل النقيب ري وبيقول لها مش هينفع ترجعي بنفس الطريقه، انت لما جيتي كان في اعصار لكن دلوقتي الجنود هيشوفوكي ويضربوكي بالنار. وبيشوف اللاسلكي بتاعها وبيقول لها انت مشغلاه من امتى؟ بنروح لامن الدوله والرائد جانج اللي بيجيله بلاغ انهم يعترضوا رساله لاسلكيه لكوريا الجنوبيه وانهم بيحددوا مكان الارسال. فبيأمرهم بمحاوطه المكان والتحرك لمكان الارسال. بيحاول النقيب ري انه يلاقي طريق يهربوا منه قبل وصول القوات، وفعلا بيلاقي الطريق وبينط من فوق الجبل مع سيري قبل حضور القوات. بيرجعوا البيت وبتروح نساء القرية لسيري علشان يعزموها على عيد ميلاد واحدة. فبتقول لهم انا ما بحضرش حفلات. فبيقولوا لها ده عيد ميلاد يونج اي مرات العميد وتعتبر زعيمة القرية. بتقول لهم ايه يعني مش هحضر. بتدخل البيت وبتسأل الجنود اللي موجودين علشان يكملوا تركيب وصلة المية لبيت النقيب ري. بتقول لهم يوم ما كان في تفتيش في القرية انا شفت ضابط شبه البلطجية والناس كلها خايفة منه، مين ده؟ فبيقولوا لها انت اكيد تقصدي الرائد جانج. بتقول لهم يا ريت هو اللي كان لقاني لما وقعت، اكيد رتبته عاليه. بيقولوا لها فبتقول لهم طب والنقيب ري؟ بيقولوا لها مقارنه بالرائد جانج رتبته متدنيه. فبتسالهم طب هو ممكن يجيله ترقيه قريب؟ بيقول لها الرقيب بيوتشي في طريقه واحده بس وهي الترقيه الاستثنائيه. فبتسالهم مين اللي يقدر يديله الترقيه دي؟ بيقولوا لها العميد. فبتسالهم وهل العميد ده بيحبه؟ بيقولوا لها لا، كل الرتب العاليه بتكره النقيب ري، لكن في طريقه واحده وهي مرات العميد يونج اي المسيطره عليه. فبتقول لهم دي زعيمه القريه، وعلى طول بتجري تروح تحضر الحفله. ومرات العميد يونج اي بترحب بيها وتقول لها تعالي اقعدي جنبي هنا. فبتقول لها ما اقدرش اقعد جنب واحده فائقه الجمال زيك، انا هقعد هنا. بتعجب يونج اي بسيري وبكلامها الحلو وذوقها في الملابس، وبتشكرها على حضورها وبتطلب منها سيري انها توصي زوجها العميد على خطيبها النقيب ري. وبيروح النقيب ري لمنزل العميد وبياخد سيري يوصلها للبيت بالعجله. واول ما بيوصلوا بيطبخوا كابوريا وبيشربوا بيره، وبتعجب جدا بيهم وبتكون مبسوطه جدا بالاجواء. بيصحوا تاني يوم والنقيب ري بيحضر القهوه لسيري علشان تفوق من ليله امبارح، وبتخرج وراه وبتشكره وبتعمل له حركه بايديها مش بيفهمها. فبيمشي ويروح لشغله. وبيسال جو ميوك اللي بيتفرج على مسلسلات كوريه كتير عن معنى الحركه دي. فبيقول له دي بترمز للقلب. بتنزل سيري السوق مع يونج اي زوجة العميد، وهي بتشتري بعض
بعض مستحضرات التجميل، وبتتفاجئ سيري ان منتجات شركتها بتتباع في كوريا الشمالية، وبتشرح ليونج اي فوائد المنتج ده وبتقنعها انها تشتريه. بنروح لخطيبة النقيب ري اللي بتأجر تاكسي علشان يوصلها للقرية اللي خطيبها ساكن فيها، وبتركب التاكسي لكن بيعطل بيهم في الطريق. وبيظهر سيونج جون اللي بيكون راجع من رحلة للصيد، وبيلاقي خطيبة النقيب ري وبيعرض عليه انه يوصلها، وبتركب معاه العربية. بيوصل خبر للرائد جانج ان مفيش اي واحدة بمواصفات سيري بتشتغل في القطاع 11. بنرجع تاني للقرية وبنلاقي ان سيري تاهت في السوق، والنقيب ري بيدور عليها وبيلاقيها عن طريق الشمعة، واول ما بيلاقيها بتبصله وتعيط. وبعدين بيمشوا مع بعض لحد البيت، وبيقول لها انا عندي خطيبة، فبتتضايق منه وبتقول له وهتعمل ايه لما تظهر وهتقول ايه؟ فبيقول لها دي مسافرة روسيا من 7 سنين ومش هتيجي دلوقتي، وانا مش غبي علشان اورط نفسي الورطة دي. وفجأة بتظهر خطيبته قدامه. بنستكمل احداث مسلسلنا، والنقيب ري بيتفاجئ بخطيبته قدامه وبيسالها انت رجعتي امتى؟ فبتقول له من ايام، واسفه اني ما قلتلكش وانا جاي اخد العربيه. فبيقول لها خليني اوصلك علشان الوقت متاخر، وبيعرفها بسيري وبيقول لها دي زميلتي في مهمه سريه. وبيركبوا العربيه علشان يوصلها، وبتكون امها مجهزه لهم العشاء. فبيتعشى وينزل ويروح يزور اهله، وابوه بيقول له انا عاوزك تتجوز السنه دي، انت بقالك 7 سنين خاطب، كفايه عليك كده. فبيقول له انا هنفذ لك طلبك، بس عايز منك طلب صعب في المقابل. وبيرجع البيت تاني يوم الصبح، وبيلاقي سيري قاعده مستنيه، وبتعاتبه النوبات خارج البيت امبارح، وبتقول له كنت فين؟ كان المفروض تكون هنا من 5 ساعات. فبيقول لها كنت بنفذ مهمه، انا هخليكي لاعبه في الفريق الوطني اللي هيسافر في بطوله دوليه، واول ما تسافري تقدري تهربي وترجعي لبلدك. وبيقول لها لازم تتصوري علشان جواز السفر، فهنروح بكره لبيونج يانج مكان التصوير هناك. وخدي بالك بيونج يانج مختلفه عن هنا، الامن هناك في كل مكان، فمش عايزك تكوني مثيره للشبهات. بتروح للكوافير علشان تختار تسريحه شعر مناسبه، وبتعملها وهي متضايقه. وبعدين بتروح تختار هدوم علشان تكون مناسبه لملابس الستات اللي هناك، وبتفتكر ان مش معاها فلوس، فبتروح تبيع الساعه بتاعتها وترجع تشتري الحاجات دي. بنروح للرائد جانج اللي بيعرف من الموظف ان سيري هتسافر اخر الاسبوع متخفيه بشخصيه لاعبه في الفريق الوطني. وبعدين بيبدا التحقيق مع جنود النقيب ري علشان يعرف حقيقه سيري، لكن بيوصل النقيب ري وبيقول له لو عايز تعرف حاجه عني اسالني انا. وفجاه بيرن التليفون وبيجيله استدعاء لمقر امن الدوله الرئيسي للتحقيق معاه في حادثة الشاحنة، والنقيب ري بياخد جنوده معاه وبيمشي. بنروح لكوريا الجنوبية، ومدير أعمال سيري وواحد من موظفينها بيحاولوا يدوروا على أي دليل يثبت إنها لسه عايشة، وبيروحوا لمحطة إذاعة قريبة من موقع الحادث. والموظف اللي هناك بيقول لهم أنا سمعت رسالة امبارح الصبح لكن ما كانتش واضحة، وبيسمعها لهم، وبيعرفوا إن سيري لسه عايشة، وبياخدوا الرسالة علشان يودوها للشرطة ويحددوا مكانها. بنروح لأخو سيري سي هيونج اللي بيعرف مكان سيونج جون وإنه في كوريا الشمالية، وبيتفق مع الناس اللي هربته وبتحميه انهم يرجعوه مقابل 10 اضعاف اللي اتدفع لهم، وبيوافقوا. بيسافر النقيب ري هو وسيري بالقطر، وبتكون مستمتعه باجواء السفر، ولكن القطر بيعطل بيهم وبيضطروا يستنوا 10 ساعات لحد ما القطر يتصلح. والنقيب ري بيقول لها ده طبيعي هنا، وبينزلوا من القطر يولعوا نار علشان البرد. بيشتغل القطر وبيوصلوا لبيونج يانج، بتروح علشان تتصور، وبعدها بتقول له انا عايزه اتصور معاك. فبيقول لها لا يلا نمشي. بيسمع سيونج جون مكالمه الراجل اللي بيحميه وهو بيتفق مع حد علشان يرجعوا كوريا الجنوبية، فبياخد منه الموبايل وبيهرب، وبيتصل باللي كان بيكلمه علشان يعرف هو مين، وبيلاقيه سي هيونج اخو سيري، وبيبص وراه فجأة وهو بيكلمه، فبيلاقي سيري ماشية. فبيسأله اخبار سيري ايه؟ فبيقول له ايه اللي خلاك تفتكرها؟ دي اختفت من فترة. بيقفل الخط وبياخد سيري علشان يعرف حصل لها ايه، ولكن النقيب ري بيشوفهم وبيجري قبل ما يطلعوا بالاسانسير، وبيلاقيها ماسكة ايديه وبيقبض عليه، لكنها بتقول له ده واحد انا اعرفه. فبيسيبه النقيب ري وبيسأله انت جاي كوريا الشمالية ليه؟ فبيقول له من اجل العمل. وبيسأله انت بتسأل ليه؟ هو انت شرطي؟ فسيري بتقول له لا مش شرطي ولا حاجة، ده الحارس الشخصي بتاعي. بعد ما بيطلعوا لفوق بيتفقوا انهم يتقابلوا اخر اليوم في مطعم في الفندق، وبيمشي. بتوصل واحدة للمطعم وبتشوف النقيب ري، فبتتصل بخطيبته دان وبتقول لها انا شفت خطيبك قاعد في فندق مع واحد. فبتقول لها انا عارفة وعارفة اللي قاعد معاها. وبتروح دان تتفق مع امها انهم يعزموا اهل النقيب ري في الفندق الليلة ويتعشوا مع بعض. بنرجع لسيونج جون اللي بيتمسك تاني علشان يرجعوه كوريا الجنوبية، لكنه بيتصل بسي هيونج وبيقول له اختك موجودة في كوريا الشمالية، وبيتفق معاه انه يخليها ما تخرجش من كوريا الشمالية مقابل انه يسيبه في حاله. بيدخل النقيب ري غرفة الفندق وبيقول لسيري ما تتكلميش، واول ما بيدخل الغرفة بيفتشها وبيفك كل اجهزة التنصت اللي موجودة فيها. فبتسأله ايه كل ده؟ فبيقول لها دي موجودة في كل غرف الفندق. بتوصل دان خطيبة ري وبتسأل على اسمه وبتطلع للأوضة، فبتلاقيه خارج منها ووراه سيري بتعاتبه على اللي حصل، وبتقول له انها سمعت انه موجود مع واحدة في الفندق
الفندق من صاحبتها، فبيعتذر لها وبيقول لها اسف اني سببت لك احراج، فبتقول له عادي انا كمان سببت لك احراج. والعيلتين هيتعشوا مع بعض الليله في الفندق. العيلتين بيوصلوا وبيتفقوا على ميعاد الفرح وانه يكون اخر الشهر، وبيتفقوا على تجهيزات الفرح وفرش الشقه. وبعدين بتقوم دان تدخل الحمام، فبتقابل سيري هناك وبتغيظها وتقول لها انا حددت ميعاد فرحي مع خطيبي اخر الشهر. بتتضايق سيري من الخبر وبتخرج علشان تمشي مع سيونج جون. بيشوفهم النقيب ري اللي بيكون بيوصل اهله وام خطيبته علشان يروحوا، ولكن فجأة بيختفوا من قدامه، فبيبدأ يدور عليهم وهو خايف على سيري. في الطريق بيوقفهم واحد وبيسألهم انتوا ليه مش حاطين صورة الزعيم على هدومكم؟ سيونج جون بيطلع جواز السفر الانجليزي اللي معاه وبيكلمه باللغة الانجليزية اللي بيتقنها وبيقول له انا مواطن انجليزي. فبيسيبهم يمشوا وبيلاقيهم النقيب ري في الوقت ده. بيمشي سيونج جون وبيمشي النقيب ري وسيري مع بعض، وبتقول له انا عايزاك تعزمني في مطعم، فبيعزمها على الاكل. وبعد ما بتاكل بتتعب فبتنام على كتفه وبينزل المطر. بنروح للرائد جانج اللي بيتحقق معاه في امن الدولة بسبب حادثة السيارة، ولكنه بيطلع ماسك سيديهات على كل القيادات هناك وبيهددهم بيها، وبيطلع منها زي الشعرة من العجينة. وبيروح لسيونج جون علشان يطمن عليه، فبيقول له في واحدة كمان عايزك تحميها في كوريا الشمالية وتتأكد انها ما تخرجش من هناك خالص. وبيديله صورة سيري. بترجع سيري والنقيب ري للقرية تاني وبيتفقوا مع الجنود انهم هيحتفلوا باخر يوم ليها في كوريا الشمالية بانهم يخرجوا في نزهة ويخيموا بره. بيخرجوا تاني يوم ويصطادوا السمك ويشووه وياكلوا، ولكن النقيب ري ما بيحضرش معاهم. بترجع بالليل وبتكون العربية مستنياها علشان توصلها للمطار، وبتقابل النقيب ري وبتقول له انت فعلا مش هتوصلني ولا تودعني في المطار؟ فبيقول لها لا لازم نفترق هنا، وبيسلم عليها وبتمشي. وهم في الطريق بتظهر الشاحنة الروسية اللي بتحاول تخبطهم، ولكن فجأة بيظهر النقيب ري وبينقذهم قبل ما تخبطهم. بس بينزل الجندي من الشاحنة وبيضرب النار في اتجاه سيري، ولكن النقيب ري بيفاديها وبينضرب بالرصاصة مكانها. بترفض سيري انها تروح للمطار وبتتجه للمستشفى علشان تنقذ النقيب ري. بتوصل للمستشفى وبيحتاجوا دم علشان النزيف وبتتبرع له بدمها. بيتبلغ الرائد جانج ان العملية فشلت وان في واحد ظهر واطلق النار على الجنود، فبيشك في النقيب ري وبيسأل عنه، فبيقولوا له ده في ورشة عمل. بيفوق النقيب ري بعد العملية وبيلاقي سيري جنبه وبيعنفها انها ما سافرتش وان دي كانت اخر فرصة ليها. بتزعل وبتخرج، وبيدخل الدكتور علشان يطمن عليه وبيقول له ان حبيبتك انقذتك لما اتبرعت لك بالدم وانها ما بطلتش عياط وحزن عليك. فبيطلع يشوفها بره ويعتذر لها، والدنيا بتكون مطره وبتقول له انت اتجننت، انت كده هتموت، تعالى ندخل جوه. فبيبوسها. بيتاكد الرائد جانج من خلال السجلات العسكريه ان النقيب ري هو اللي ضرب النار على الجنود، وبيؤمر انهم يدوروا عليه في كل المستشفيات. وبيوصل لمكانه وبياخد قوه كبيره علشان يقبضوا عليه، ولكن بيوصل ابو النقيب ري وبيمنع القبض عليه. وبتتقلب المستشفى كلها لما بيعرفوا ان ابو النقيب ري هو رئيس المكتب السياسي العام. بتوصل دان وامها علشان يطمنوا على النقيب ري، بس بتشوف بادج قلب على جاكيتته وبتقول له واضح ان كان في حد بيعتني بيك. بيعترف لها النقيب ري بحبه لسيري، فبتقول له اعترافك مش هيغير حاجه وانا هحارب علشانك، وجوازنا في ميعاده. بيوصل سيونج جون للمستشفى بعد ما ري اتصلت بيه وبتركب معاه العربيه وبيروح للبيت اللي قاعد فيه. بتروح دان علشان تختار فستان الفرح وبتتفرج على الموديلات في المجله، وبتتفاجئ بصوره سيري في المجله وبتعرف انها صاحبه شركه في كوريا الجنوبيه وانها مختفيه من فتره. بنرجع لسيري وسيونج جون اللي بيوعدها انه يخرجها من كوريا الشماليه عن طريق انها تكون مراته، ويسافروا مع بعض في طياره خاصه لانجلترا، وبيديلها خاتم الماظ هديه تلبسه كانهم متجوزين بجد. لكن النقيب ري بيعرف مكان سيري وانها في بيت سيونج جون اللي تبع امن الدوله، وبيروح علشان يخرجها من هناك. وبيرجعوا للقريه تاني. بتروح دان خطيبه النقيب ري لابوه البيت وبتبلغه ان ابنه متورط مع بنت من كوريا الجنوبيه. بنروح للرائد جانج اللي بيقابل القائد العسكري منافس ابو النقيب ري وبيقول له على المعلومات اللي عنده علشان يدمروا عيله النقيب ري، والقائد بيقول له هات لي دليل وانا هتصرف. بنرجع القريه وبيصحى النقيب ري من النوم وبيلاقي سيري مجهزه شجره الكريسماس، وبعدين بتتصل بيه بيقول لها انت فين وتليفون مين ده؟ فبتقول له انا همشي. فبيسالها انت فين وهجيلك، فبتودعه وتقول له اهتم بنفسك انت، وبتقول له انا بحبك. لكنه بيسمع صوت ضرب نار. بيرجع البيت وهو مش عارف يعمل ايه، فبيلاقي الرائد جانج وقوته بيفتشوا بيته وبيدوروا على سيري. بيكون النقيب ري في حاله صدمه وبيضرب الرائد جانج بشده انتقاما منه، ولكن بيتجمع الجنود عليه وبيضربوه وبياخدوه لامن الدوله. بيروح جنود السريه زياره للنقيب ري في سجنه وبيطلب منهم انهم يعرفوا خطيبته ويخلوها تروح تزوره. بتروح له خطيبته زياره وبتقول له اول مره يحصل لك حاجه وتعرفني على طول. فبيقول لها انت عملتي ايه في سيري، وبيعرف انها قالت لابوه عليها. الجنود بيروحوا له تاني وبيطلب منهم المره دي انهم يذيعوا خبر انه ابن رئيس المكتب السياسي العام في كل مكان
مكان علشان العميد في القرية يعرف ويخرجه. بتنجح خطته ومرات العميد بتسمع الخبر وبتروح تقول لجوزها عليه، وفعلا العميد بيستخدم علاقاته وبيخرجه من السجن. بنروح لسيري اللي بتكون محبوسة في أوضة ضلمة، وبيجي 2 عساكر يخرجوها، وبتقابل راجل كبير وبتفتكر انه ابو دان خطيبة ري، وبتحكي له على اللي حصل لها وان النقيب ري مظلوم معاها وانه حاول يساعدها علشان ما يتورطش لانها هربت اثناء حراسته للحدود. وبعدين بيرجعوها للأوضة تاني، ولكن بتنزل ام النقيب ري ليها وبتاخدها لأوضة النقيب ري اللي بتكون فيها مكتبة كبيرة جدا بتعجب بيها، وبعدين بتاخد بالها انها فيها نفس الكتب اللي كانت في مكتبته في القرية، فبتعرف ان دول اهل النقيب ري مش اهل خطيبته دان. النقيب ري بعد ما بيخرج من السجن بيجري على بيت اهله علشان يعرف عملوا ايه في سيري، وبيزعق لابوه جامد لانه بيكون فاكر انه قتلها، ولكن امه بتخرجها وبيطمن عليها وهي بتعيط كالعاده وبتقول له ايه اللي حصل في وشك تاني. وبعدين بيقعدوا وبيعتذر لابوه انه على صوته عليه، وبعدين بيدخلوا اوضته وبتبدا سيري تلعب على البيانو، فبيستغرب وبتقول له انا سمعت الموسيقى دي وانا في سويسرا وكنت مكتئبه جدا وخلتني رجعت طبيعيه، بس من وقتها وانا بدور عليها ومش عارفه مين المؤلف. فبيقعد جنبها وبيعزف الاغنيه وبيقول لها انا المؤلف وانا اللي كنت بلعب البيانو في سويسرا في الوقت ده. بنروح للرائد جانج اللي بيروح للقائد العسكري وبيديله صور تدل على وجود سيري في بيت رئيس المكتب السياسي العام، وبيروحوا لبيته وبيستأذنوا انه يفتش البيت. بيبدأوا في تفتيش البيت ولكن مش بيلاقوا حاجة، وبيستغرب الرائد جانج وبيسأل عن النقيب ري، فبيقول له ابني جاله استدعاء من الجيش لحراسة الحدود مع كوريا الجنوبية. بيعتذر القائد العسكري وبيضرب الرائد جانج. بنروح للنقيب ري اللي بيوصل سيري للحدود المشتركة مع كوريا الجنوبية وبيودعها قبل ما تعدي السلك الشائك وهي بتعيط. بتروح سيري تاني يوم لشركتها وبتسلم على مدير اعمالها اللي بياخدها بالحضن ويعيط ويقول لها كنت فين؟ كنت بدور عليكي في كل مكان. وبعدين بتدخل الاجتماع على مرات اخوها اللي كانت بتخطط لبيع الشركة وبتفسد خطتها. بنرجع لكوريا الشمالية والموظف اللي كان بيشتغل مع الرائد جانج بيروح للنقيب ري وبيعترف له انه السبب في قتل اخوه، وبيديله ادلة على تورط الرائد جانج في قتل اخوه وحوادث الشاحنة الروسية. بترجع سيري لبيتها وبتجمعوا على الاكل، واخواتها بيكونوا متضايقين انها رجعت لانها هتستحوذ على ادارة الشركة. وبعدين بتروح لبيتها وتاخد شاور وتدخل على سريرها، لكن مش بتحس بالراحة اللي كانت حساها في كوريا الشمالية وما بتعرفش تنام زي هناك، فبتاخد منوم علشان تعرف تنام. بنروح لسيونج جون وهو في الفندق، بيجيله مجموعة من رجال الشرطة بيشتبهوا فيه وبيطلبوا منه اثبات شخصية، لكن بتظهر دان مع عمها وبتنقذه من الموقف ده. بيقدم النقيب ري الادلة الجديدة للمحكمة وبتحاكم الرائد جانج بتهم القتل وتجارة المخدرات والارهاب، وبتحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة، لكنه بيغضب جدا وبيضرب الحرس وبيهدد النقيب ري انه هيسافر ويقتل سيري في بلدها. واثناء ترحيله بتظهر الشاحنة الروسية وبتقتل الجنود وبتحرره وبيهرب لكوريا الجنوبية علشان يقتل سيري، ولكن النقيب ري بيسافر هو كمان وبيقابل سيري. بيستدعي ابو النقيب ري جنود السرية وعامل التصنت وبيطلب منهم انهم يسافروا كوريا الشمالية علشان يرجعوا ابنه من هناك. بيسافر الجنود على انهم لاعبين في الفريق القومي وبيوصلوا كوريا الجنوبية. بنستكمل احداث مسلسلنا بعد ما سيري قابلت النقيب ري وبتقول له انا خايف اكون بحلم، فبيقول لها دي حقيقه. وبنعرف انه وصل هو والرائد جانج عن طريق نفق قديم بيصل بين كوريا الشماليه والجنوبيه، والشرطه بتعرف ان في حد عدى النفق ده لما بيلاقوا دبوس عليه صوره زعيم كوريا الشماليه. سيري بتسال النقيب ري وبتقول له انت جيت هنا ليه؟ فبيقول لها ان الرائد جانج هرب وجاي يقتلك وانا جاي احميكي منه وارجعه لكوريا الشماليه. فبتقول له انت لازم تبقى جنبي هنا على طول، وبتاخده معاها للبيت. بيدخلوا البيت وبتساله انت جعان؟ وبتفتح التلاجة اللي بتكون كلها ميه، فبيقول لها قعدت تتباهي انك غنيه وفي الاخر مفيش في التلاجة غير ميه. فبتقول له انا لقبي هنا الاميره صعبه الارضاء ومش باكل اي حاجه. فافتكر ايام ما كانت في بيته وبتاكل كل حاجه، وبعدين طلبت له اكل دليفري. فقال لها انا سمعت ان في كوريا الجنوبيه لازم المضيف ياكل قبل الضيف، وضحكوا هما الاتنين. بيرن جرس البيت وبتلاقي اخوها ومراته، فبتقول له ادخل انت جوه. بيدخل اخوها وبيهددها انه يفضح امرها ويعرف الناس انها كانت في كوريا الشماليه. والنقيب ري بيسمع الكلام ده وبيعرف ان اخوها مش بيحبها، واول ما بيمشوا بيحضنها ويواسيها. بتروح سيري والنقيب ري علشان يشتروا هدوم وبتختار له كذا بدله، بس كل ما تختار له واحده بتلاقيها جميله جدا عليه وبتعجبها، فبتخاف ان البنات تبص له وتعجب بيه لانها بتغير عليه. بيروحوا للشركه بتاعتها وبتعرف الناس على انه الحارس الشخصي الجديد بتاعها. بنروح لدان اللي بتكون قاعده مع صاحبتها في المطعم، وفجاه بيجي لها سيونج جون بعد الناس اللي كانوا بيحموه ما اتقبض عليهم، وبيطلب منها انها تساعده الايام اللي جايه لحد ما يقدر يهرب من كوريا الشماليه.
الشمالية. بتاخده دان للشقة اللي المفروض تتجوز فيها النقيب ري، وبتقول له اقعد فيها اليومين دول من غير ما حد يحس بيك او يعرف انك موجود فيها. فبيعزمها على نودلز وبتقول له عجبتني جدا. فبيقول لها ايه اللي عجبك بالظبط، قصدك النودلز ولا انا؟ فبتضحك وبيفضل طول الليل سهران يفكر فيها. فبيرن عليها لكنها ما بتردش عليه. بترن عليه بعد ما بتصحى من النوم وبتقول له انت اتصلت بيا كان في حاجه؟ فبيقول لها لا ده غلط ما كانش قصدي. فبتقول له خلاص، وقبل ما تقفل الخط بيقول لها انا اسف انت وراكي ايه النهارده؟ فبتقفل في وشه الخط. بتعرف امها حكايتها مع سيونج جون من صاحباتها اللي كانوا معاها في المطعم. بتتصل دان بيه بعد شويه وبتقول له انزل انا تحت. بيروح النقيب ري الواحد علشان يوصله للرائد جانج، ولكن بيطلع فخ وبيكون مستنيه مجموعه من البلطجيه علشان يضربوه. بتنزل سيري من مكتبها وبتروح للجراج علشان تركب عربيتها اللي بيكون مستخبي فيها الرائد جانج، لكنها بتاخد بالها ان في حد في العربيه وبتجري تستخبى منه، بس موبايلها بيقع منها. بيرن عليها النقيب ري بعد ما بيخلص من الناس دي. فبيرد عليه الرائد جانج وبيقول له دي معايا تعالى بسرعه قبل ما اقتلها. بيجري النقيب ري وبيوصل للجراج وبيكون الرائد جانج مستنيه علشان يقتله، لكن سيري بتطفي انوار الجراج كله وبتقول له ما تخافش انا بعيده عنه ما مسكنيش. بيروح لها النقيب ري وبتعدي المره دي على خير. بنروح لدان اللي بيتصل بيها سيونج جون ويقول لها موبايلي هيفصل شحن ومعيش شاحن وانا تعبان جدا. فبتقوم تاخد اكل من تلاجتهم وبتروح له تعمل له اكل وتاكله. بنرجع لسيري والنقيب ري وهم قاعدين مع بعض في البيت بيشربوا وبتقول له انا حاسه اني هدوخ. فبيقول لها بما انك هتدوخي فعايز اقول لك حاجه. بتقول له ايه؟ اني جميله؟ فبيقول لها لا. فبتقول له امال عايز تقول ايه؟ فبيقول لها انا مش عايز ارجع انا عايز افضل جنبك هنا. فبتقول له انا حاسه اني هصحى من الحلم ده. بتصحى ام دان وتروح تشوفها ومش بتلاقيها في اوضتها وبتتصل بيها بس ما بتردش عليها. فبتبلغ عمها اللواء وبتقول له عايزاك تعرف لي كل حاجه عن البرتو ده، قصدها على سيونج جون. بتعمل سيري حفله في شركتها وبتعمل خصومات قويه جدا على الاساس المنزلي، وفي الحفله دي بتكافئ كل موظفينها بمكافآت ماليه. بينتهز جنود السريه الفرصه دي وبيدخلوا الشركه، لكن الامن بيشك فيهم وبيطاردهم. بيشوفهم النقيب ري وهم بيجروا لكن بيكونوا هربوا من الامن. بيروح لهم بره الشركه وبيسلم عليهم. بتتصل بيه سيري وبتساله انت فين؟ فبيقول لها على اللي حصل. فبتروح له وبتشوفهم وكلهم بيسلموا عليها ويحضنوها. بتاخدهم لبيتها وبيكونوا مبهورين من كل حاجه، الميه اللي في الحنفيه والنجف. بيتجمعوا علشان يتعشوا وبتعمل لهم لحوم كتير، وبيشوفوا النقيب ري وهو مهتم بيها وبيحط لها اكل كتير وبيطلقوا عليه لقب العاشق الولهان. بتروح سيري تاني يوم لشركتها وبعد ما بتخلص بترجع البيت وبتلاقي البيت فاضي. فبتفتكر ان النقيب ري والجنود مشيوا وبتعيط، لكن بيخرجوا وبيحتفلوا بعيد ميلادها. وبعد شويه بيدخل النقيب ري لاوضتها وبيقول لها انا عايز اديكي هديه بس ما تعلقيش عليها ولا تتكلمي، وبيقدم لها ختمين واحد ليه وواحد ليها. بتروح ام دان لشقه جواز بنتها وبتلاقي سيونج جون هناك وبتساله على دان. فبيقول لها ما اعرفش عنها حاجه. فبتدخل الاوضه وتلاقيها نايمه على السرير وبيطلعوا بره. فبيقول لها سيونج جون الحقيقه انا وقعت في حب دان، ولكن حب من طرف واحد، واللي حببني فيها جمالها وثقتها في نفسها واحترامها اللي تقريبا ورثاهم من امها. وبعدين بترجع دان وامها للبيت فبتقول لها الواد ده حكيم جدا وانا قلبي ارتاح له. بتطلب سيري من الجنود انهم يغيروا شكلهم ولبسهم وبتديلهم الفيزا بتاعتها وبتقول لهم اشتروا كل اللي نفسكم فيه، وبيروحوا يشتروا هدوم وهدايا يرجعوا بيها لكوريا الشماليه. بتروح سيري والنقيب ري للسينما وبعدين بيروحوا يتفسحوا بالعربيه وبيقفوا فوق جسر. فبتقول له انت هربت من شغلك قبل كده؟ فبيقول لها مره واحده علشان اتصور، وطلبت من واحده كانت عايزه تنتحر انها تصورني. فبتقول له فين الكلام ده؟ فبيقول لها في سويسرا، وبتطلع هي البنت اللي صورته وبيسالوا بعض احنا اتقابلنا كام مره قبل كده. بيوصل الرائد جانج لموظف التنصت بتاعه وبيهدده انه يقتل ابنه لو ما تعاونش معاه، وبيطلب منه انه ينقل له اخبار سيري والنقيب ري. بيخرج النقيب ري من اوضته فبيلاقي الموظف ده بيعيط. بيساله مالك؟ فبيتوهه في الكلام ويقول له مفيش. بيتفق سيه يونج مع الرائد جانج انهم يستدرجوا سيري لوحدها بعيدا عن الجنود بحجه تعب امها ويقتلوها في الطريق، ويستدرجوا النقيب ري لمكان تاني علشان يقتلوه هو كمان. بتروح سيري علشان تشوف امها، ولكن الطريق بيتقفل عليها من 3 سيارات وبينزل منهم رجال علشان يقتلوها. بيروح النقيب ري للمكان اللي بيتبلغ فيه بوجود الرائد جانج وفعلا بيلاقيه، لكن متحوط برجاله كتير بيحموه. بيضرب الرجاله دول ولكن الكثره تغلب الشجاعه، بس بيوصل جنود السريه في الوقت
الوقت المناسب بعد ما انقذوا سيري هي كمان. وبنعرف ان الموظف اعترف للنقيب ري بكل حاجة، وانهم هم اللي دبروا الفخ للرائد جانج وسي هيونج. بيخرج الرائد جانج من الخناقة ومعاه موظف التنصت كرهينة، وبيروح وراه النقيب ري، ولكن جانج بيكون مستخبي وبيطلق عليه النار، لكن سيري بتنقذه وبتاخد الطلقة مكانه. بيضرب النقيب ري الرائد جانج بالرصاص وبياخد سيري للمستشفى، وبتكون في حالة خطرة جدا. الرائد جانج بينجو من ضربة الرصاص وبيتعالج. اخوات سيري بيطردوا النقيب ري من المستشفى، ولكن سيري اول ما بتفوق من العملية بتتصل بيه وبتقول له ما كنتش متخيلة انك هتتخلى عني بالسهولة دي، فبيجري ويروح لها المستشفى وبيعيطوا هما الاتنين. بيوصل الجنود ويدخلوا علشان يحضنوها، فبيمنعهم النقيب ري وبيقول لهم ممنوع الاحضان بعد كده، وبيقول لهم انتوا عرفتوا انها فاقت ازاي؟ فبيقولوا له احنا كنا زارعين جهاز تنصت تحت سريرها وكنا بنعرف كل حاجة بتحصل في الأوضة. بيتقابل سيونج جون ودان وبيتغزل فيها وبيعترف لها بحبه، فبتقرب منه وتبوسه. بنروح لجهاز المخابرات الكورية الجنوبية اللي بيتناقشوا على وجود أدلة لعبور مواطنين من كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية من خلال النفق. بيروح القائد السياسي لأبو النقيب ري وبيديله صور ابنه في كوريا الجنوبية وبيهدده ويقول له انت لازم تستقيل علشان ما تتفضحش، وانا مش هعرف حد حاجة. لكن أبو النقيب ري بيقول له ابني في مهمة سرية وراح هناك علشان يرجع سيري لأنها سيدة غنية وممكن تنفق أموال ضخمة على جيشنا اللي بيمر بأزمة مالية، والقائد العام على علم بالمهمة دي. بتروح الشرطة لسيري علشان تعرف منها هي بتتهم مين بضرب النار، وبتطلع لهم التسجيل وبتتهم اخوها ان هو اجر واحد اسمه جانج علشان يقتلها. بيبلغ الرائد جانج مرات سي هيونج ان النقيب ري والناس اللي معاه من كوريا الشمالية، وبيبلغ سي هيونج المخابرات الكورية الجنوبية عنهم. بيعرف النقيب ري مكان الرائد جانج وبيروح علشان يمسكه، وبتكون المخابرات الكورية الجنوبية وراه وبتراقبه. بيوصل لمكان الرائد جانج اللي بيكون مستبيع لانه ما يقدرش يرجع كوريا الشمالية ومش هيقدر يعيش في كوريا الجنوبية بعد الجرائم اللي عملها. وبتظهر المخابرات وبتأمرهم بتسليم نفسهم، لكن جانج بيطلع سلاحه علشان يقتل النقيب ري، والنقيب ري بيتفادى الطلقة والمخابرات بتقتل جانج، والنقيب ري بيسلم نفسه. بيقبض فريق المخابرات على باقي جنود السرية وبيبدأوا في استجوابهم، وعلى عكس المتوقع بيلاقي الجنود معاملة محترمة في سجنهم. بيعرف أبو النقيب ري إن ابنه اتقبض عليه في كوريا الجنوبية هو والجنود. بيبدأ استجواب النقيب ري، واللي بيعترف إنه راح كوريا الجنوبية علشان يخلي ري ترجع لبلده وتدعم جيشه لأنها غنية. بيروح الضابط المسؤول عن التحقيق وبيبلغ سيري باللي قاله النقيب ري، فبتقول له ده بيكذب وانه ما حاولش يخليني افضل في كوريا الشماليه، وان هو اللي ساعدني علشان ارجع لبلدي. وبتطلب انها تقابله، فبيحددوا لهم ميعاد مقابله، والضابط بيقول لهم المقابله دي مسجله. فبتساله سيري انت بتقول كده ليه؟ فبيقول لها دي الحقيقه وانا جيت هنا علشان كده، انا اسف ارجوك اعذريني. بتخرج من عنده وهي منهاره وبياخدوها على المستشفى. بيعرف الضابط ان ري بيكذب وانه بيعمل كده علشان ما يضرش الجنود اللي معاه وعلشان ما يضرش سمعة سيري، وبيقول له انت عملت معاها كده ليه؟ دي انهارت واتنقلت للمستشفى. وبيروح النقيب ري للمستشفى علشان يشوفها ويطمن عليها، وبتكون في غيبوبة. بنروح تاني لدان وسيونج جون اللي بيقدم لها خاتم ألماظ هدية، وبتعيط وتحضنه وبيقول لها أنا بحبك وعمري ما هسيبك وهنتقابل قريب. بتروح دان وتوصله للمطار، وهي راجعة بتتخطف من مجموعة عايزين يقتلوا سيونج جون، وبيتصلوا بيه علشان ينقذها، لكنه بيقول لهم أنا مش مهتم بيها، اعملوا اللي انتم عايزينه. فبيقولوا له قدامك ساعة واحدة وإلا هنقتلها. بيقطع التذكرة وبيروح لهم ومعاه بندقية وبيقتلهم، ولكن بيفضل واحد وبيضربه بالنار، وبتيجي الإسعاف تاخده ولكنه بيموت قبل ما يوصل للمستشفى. بتعرض المخابرات الكورية الجنوبية على الجنود انهم يستقروا في كوريا الجنوبية وانهم يساعدوهم على المعيشة بعد ما تأكدوا انهم ما عملوش اي عمليات اجرامية، لكن كل الجنود بيرفضوا. وبتقترح حكومة كوريا الشمالية عملية تبادل اسرى مع كوريا الجنوبية، لكن بيرفض القائد العسكري. بس ابو النقيب ري بيهدده بالمحادثات اللي بينه وبين الرائد جانج، فبيضطر انه يوافق، وبتوافق كوريا الجنوبية على الاقتراح ده. بتفوق سيري من الغيبوبة وتبلغها امها بخبر رجوع النقيب ري لكوريا الشمالية، فبتفتكر سيري الكلام اللي قاله لها في الزيارة وبتقول لها كويس ده خبر رائع. فامها بتقول لها مش هتودعيه؟ بتقول لها سيري انا ودعته كتير قبل كده وما عنديش حاجة اقولها له المرة دي، وانا مش عايزاه يعرف اللي حصل لي. امها بتقول لها ما يعرفش ايه، ده كان واقف جنبك لحد ما فوقتي وبعدين رجع السجن. فبتعيط سيري. بتبدأ عملية تبادل الأسرى، لكن بتوصل سيري بعد ما بيعدوا الحدود وبتلاقيهم بيحطوا الكلبشات في ايديهم. بتجري عليه لكنه بيقول لها لا ارجعي، وبيجري هو عليها
عليها علشان ما تعديش الخط، وبتسأله هما بيحطوا الكلبشات في ايديكم ليه؟ هما هيعتقلوكم؟ لا انا مش هسمح ان ده يحصل. فبيقول لها ما تقلقيش عليا، مش هيحصل لي حاجة. وبيرجع للحدود وبيعرف ابوه انه اتسلم. بيكون القائد العسكري مستنيهم في الغابة علشان يقتلهم ويدفنهم ويخلص منهم، لكن بيظهر ابو النقيب ري مع فرقته وبيقتل القائد العسكري وبيرجع ابنه للبيت وبيرجع الجنود لبيوتهم. بترجع سيري لبيتها وبتلاقي النقيب ري مسجل لها رسائل يومية بصوته لمدة سنة، بيقول لها فيها على أنشطة جديدة تعملها كل يوم في حياتها، وبترجع لحياتها وبتكون أكثر إشراقا وحيوية. بتروح دان للنقيب ري وبتتكلم معاه وبيتفقوا على الانفصال في هدوء. بيستلم الرقيب بيوتشي قيادة السرية في القرية مكان النقيب ري، وبيغادر النقيب ري القرية. بتسافر سيري لسويسرا وبتروح الأماكن اللي قابلت فيها النقيب ري قبل كده، وبتعمل رياضة الباراشوت تاني. وأول ما بتهبط بالباراشوت بتلاقي النقيب ري قدامها، بتجري عليه وبتحضنه، وبيعيشوا مع بعض في سويسرا وسط الطبيعة الجذابة وبيكملوا حياتهم هناك. وبكده يكون خلص مسلسلنا.